السلام عليكم حبيباتي، كراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة جيدة. انا صافا الحمد لله. فيما يخص وصفتنا اليوم كان كيك وشوكولا ساهل وماهل وما يشدش اليد. ما عليكم غير تتبعوا طريقة التحضير ونبداو على بركة الله. في إناء ديري زوج بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، يعني لو كنتي ديتهم في الفريجيدان قلعيهم قبل بساعتين ولا، وخلطيهم جيدا حوالي دقيقة هكا. بعد ضيفي السكر تدريجيا. جاوني واحد 8 ملاعق كبار سكر، حوالي 130 غرام سكر. خلطيه جيدا حتى تحسي الخلط تاعك بياض بياض. ضيفي علبة فانيليا، إذا كانت عندك ليكيد تانية ممكن تديريها. ونضيفوا نصف كأس زيت ونخلطه جيدا. وهنايا كنت نغربل في الفارينة لحوالي 170 غرام من الفارينة، وضفت لها الكاكاو وغربلهم في زوج وخلطي جيدا. وما ننساوش ملعقة صغيرة خميرة الحلويات وخلطي جيدا. من بعد نضيفوا لهم الماء يكون شرط تاعه يكون يغلي. بعد ما ضفت النواشف وخلط جيدا، ضفت الماء يكون يغلي نصف كأس ما تعادل 130 مليلتر، يكون حامي يغلي. بعد ما خلط جيدا درتهم في المول اللي كنت دهنته بالدهان، وزدت له تاني الفارينة ودخلهم يطيبوا. بعد ما كنت طيبتها باه تعرفيها زعما اذا طابت لك ولا، ديرلها كيغدون، واذا خرج لك ناشف سيبون، يعني راهي طيبت لك الكيكه. هنا كنت غطيتها ولا زينتها بالصوص شوكولا اللي عندك نشارككم بها في الفيديو الجاي. اقتصاديه ومكونات متوفرة في كل منزل. والبنة ما عندي ما نقولكم جات هايلة. وزدت تاني زينتها باللوز إيفيلي. إذا عندك نوات كوكو ديري نوات كوكو، أي حاجة عندك زيني بها، ماشي شرط كيما أنا راكي تشوفيني ندير ديري انتي، نو ديري واش عندك في المنزل. وش نقولكم البنات، ما عليكم غير تجربوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. جات روعة في البنة، ننصحكم تجربوها سورتو للدراري الصغار، هذا ما يبغوا غير الشيكولا والصوالح. مع السلامة، نلتقي في وصفة جديدة، في أمان الله.